السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم وعجبكم. تعالوا بقى النهارده حبايب قلبي نعمل معانا وصفة سهلة كده وجميلة واقتصادية جدا، بفرخة مشوية بقى كده وتبلناها تتبيلة ولا في الامكان. تتبيلة جميلة جدا جدا، هتعجبكم كلكم والطعم هيكون معاكم خرافة وطعمه لذيذ جدا. ولا أجدعها مطعم برا ولا أحسن تتبيلة في الدنيا. تعالوا بقى نبدأ حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا. تقدروا تعملوا معاها رز، تقدروا تعملوا معاها عيش، اللي تحبوه حبايب قلبي. نبدأ بقى وصفتنا الجميلة. نسمي الله ونصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو بقى، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومكونات التتبيلة بتاعتنا وهتكون معانا فلفل أخضر وبصلة كبيرة كده، وكمان توم متقشر اهوت، وكمان حبايب قلبي برتقانة جميلة كده هناخد نصها، بتخلي الوصفة بتاعتنا جميلة جدا. وطماطمية طرنشات زي ما انتوا شايفين، والفلفل الأخضر والبصل والثوم. والبهارات بقى حبايب قلبي، أي بهارات عندك تقدري تضيفيها. النهاردة أنا ضفت عندي فلفل أسمر، كمون، حبهان، ورق لورا، والملح. وكمان حبايب قلبي معلقة من بهارات الفراخ. البهارات الصحيحة اللي هي الحبهان بقى والورق لورا، بضيفها كده مع بعض كده مع الفلفل الأخضر والبصل والثوم والحاجات ديت، وبضيفها في الخلاط كده وافرمها فرمة جميلة كده ناعمة. وبعدين انزل عليهم بقى بالبهارات اللي هي البودر اللي معانا ديت، جميلة جدا. ونضيف عليها حبايب قلبي بقى، عايزه تحط الحاجات ديت عندك تقدري ان انت تضيفيها، تقدري ما تقدريش مش موجوده عندك مليهاش اي لازمه عادي برضو. التتبيله معاكي هتكون جميله جدا وطعمها هيكون حلو برضو. ضفت انا من عندي شويه مستردة وشويه دبس رمان وشويه كاتشب، معلقه كده، يعني ايه بتخلي برضو بتحسن الطعم معايا اكتر. ونقلب كل الحاجات ديت مع بعضينا كده. اي حاجة بقى عندك تقدري ان انت تقلبي تخلطي جميع البهارات اللي انت حطيتها ديت، والملح طبعا ما ننساهوش. وكمان قلبت الحاجات دي كلها مع بعض مع التتبيلة الجميلة اللي انا فرمتها في الخلاط ديت ونعمتها قوي كده. ونزلت عليهم كمان حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليهم بمعلقة او معلقتين من الزيت، وكمان معلقة من الخل. بتطري معايا كده الفراخ وبتخليها جميلة جدا. ضفت هنا الزيت وضفت الخل وهقلبهم تقليبة جميلة سريعة كده. في الوقت دوت حبايب قلبي بنجيب بقى ايه الفرخة بتاعتنا على حسب الحجم اللي انت محتاجاه. ما تقدرش يعني ما تسمعش الكلام اللي يقولك الفرخة تكون صغيرة للفراخ المشوية. والله لو فرخة 3 كيلو تبلتيها وسبتيها تستوي على نار هادية كده، بتكون جميلة جدا وبتستوي معاكي ولا احلى من كده ما شاء الله. ببدأ اجيب الفرخة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبالسكينة بعمل لها يعني بشق اللحم بتاعها كده، اعمل لها فتحات كده علشان التتبيلة بتاعتي تدخل في قلب اللحمة بتاعتي، وتخلي يعني ايه تشرب من التتبيلة، بمعنى اصح كده اللحم من جوه يشرب من التتبيلة بتاعتي ويخلي طعمها حلو وجميل كده. الفرخة ديت حبايب قلبي انا حمرتها في الفرن بتاع البوتاجاز، حابة ان انت تشويها على الفحم بتكون برضو جميلة، بس في النهاردة عملتها اكنها مشوية على الفحم بالظبط. ضفت عليها التتبيلة بقى بتاعتنا بعد ما مسكت الفرخة بتاعتي كلها، عملت الوراك وعملت الصدر كمان، فتحته فتوحات كده بحيث ان التتبيلة بتاعتنا تدخل في قلب اللحم زي ما قلت لكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم، يعود عليكم الأيام بالخير يا رب، واليوم أحلى متابعين في الدنيا. حطوا لايك للفيديو واعملوا متابعة للقناة، ويا ريت كمان تاخدوا لكم جولة كده على الفيديوهات بتاعتي القديمة، ويسعدني ويشرفني طبعا وجودكم معايا في قلب القناة. مسكت الفرخة حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، وضفتي التتبيلة كلها كده، قلبتها قلب الفرخة سقيته كله من التتبيلة، وكمان قلبتها. وزي ما انتم شايفين الفتحات اهيت بنزل فيها التتبيلة بتاعتي ديت، مكونة فيها الحاجات الجميلة كلها اللي بتخلي طعم الفراخ معاكي جميل وتحفة.
وكمان بتقدري ان انت تنقعي الفرخة بتاعتك. ممكن لو انت عندك وقت كافي تبيتي الفرخة ديت بحالها كده في قلب التتبيلة بتاعتها كده في قلب التلاجة. ما عندكش وقت كافي وقادرة ان انت عايزة تعمليها على طول يعني، يا دوب انقعيها فيها نص ساعة ودخليها الفرن بقى وعلى نار متوسطة. هتحمري احلى فرخة في الدنيا، وهيبقى معاكي لحم طري كده وجميل كده، والمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه دوت ولونها الرائع ده. حابة في الوقت دوت ان انت تعملي تحطي فحماية كده على النار، تولعي الفحماية على النار وتجيبيها كده ونقطة زيت على الفحماية كده وتغطي الغطا على طول. عملت الحركة ديت بس انا مش عارفة الفيديو المقطع دوت اتحذف من على التليفون. اكيد الاولاد كانوا بيلعبوا في التليفون وحذفوه. بس بصوا بقى كانت اكنها زي ما انتوا شايفين كده الجمال ده كله. ما خدش مني ساعة واحدة بس، وكان احلى اكلة موجودة معايا زي ما انتوا شايفين كده. حبة شيبسي بقى، مش عايزة تجيبي شيبسي تقطعي كده بطاطساية تعمليها طرنشات وتعمليها كده شيبسي على النار، ومعاكي طبق سلطة جميل كده ومخلل، والعيش بتاعك طبعا. ولو حابة ان انت تعملي لها رز بشعرية كمان هتكون اجمل واجمل. بس حبينا ان احنا النهاردة نعملها اكلة كده بعيش جميلة. بصوا بقى على طراوة الفراخ معايا كده، ولا اجمل ولا اطعم من كده ما شاء الله عليها. طرية اللحمة جميلة جدا، وعاملة بصي الحمار بتاعها وشوية السلطة بقى الجمال دمت، والشيبسي او البطاطس، واحلى سندوتش تقدري ان انت تعمليه. والمخلل بقى زي ما انتوا عارفين في الاكلات اللي زي ديت مطلوبة. وبصوا بقى وكوباية بيبسي بقى مع الاكلة ديت، ولا الكاتشب والمايونيز. وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.